المنتخب الوطني التونسي ينتصر في آخر جولة من تصفيات كأس إفريقيا 2024 اللي باش تدور في ساحل العاج بانتصاره على المنتخب البوتسواني 3-0 في ملعب رادس. انتصار يخلي المنتخب الوطني التونسي يكمل تصفيات في المرتبة الأولى في نفس عدد النقاط مع منتخب غينيا الاستوائية، ولكن المنتخب التونسي يتفوق في المواجهات المباشرة بتسجيله 4 أهداف في المباراة الأولى أمام منتخب غينيا الاستوائية. كيفاش كانت مباراة اليوم بين المنتخب التونسي والمنتخب البوتسواني، وشنية الحاجات اللي ما مشاتش وشنية الحاجات اللي مشات؟ تبعوا معايا بعد الانترو. المنتخب الوطني التونسي الحقيقة اللي دخل بتشكيلة جديدة نوعا ما. التشكيلة ذي شفنا فيها أيمن دحمان في حراسة المرمى، على اليمين يان فاليري، على اليسار علي العابدي، وقلبي الدفاع ياسين مريح ومنتصر الطالبي. في وسط الميدان الدفاعي شفنا عيسى العيدوني والياس السخيري، قدامهم حنبال المجبري، عمر العيوني في الجناح الأيمن، و هيثم الجويني كقلب هجوم، وسيف الله الطيف كجناح ايسر. المنتخب التونسي الحقيقه في الشوط الاول مردود محير جدا، خاصه من الاظهره علي العابدي ويان فاليري اللي اللعب الكل عليهم هما. تحس انه جلال القادري وصى الملاعبيه باش يلعبوا على الاظهره هذوما، ولكن الاظهره هذوما ما كانوش ناجعين في الهجوم. الاظهره هذوما ما عاونوش الخط الهجومي. الاظهره هذوما الحقيقه توزيعاتهم الكل في الشوط الاول كانت بدون عنوان. حتى عمر العيوني وسيف الله الطيف الزوز أجنحة الحقيقة عمر العيوني كان خارج الموضوع في الشوط الأول. أما سيف الله الطيف فنجح في بعض التوغلات، خاصة كي دخل لمنطقة 18 متر وحاول أنه يسجل أول أهدافه مع المنتخب، لكن ما وفقوش ربي في هذا. سيف الله الطيف الحقيقة مع علي العابدي حاولوا أنهم يخدموا ثنائيات بين بعضهم، حاولوا أنه يعاونوا كل من هيثم الجويني وعمر العيوني وعيسى العيدوني بدرجة أقل إنه يتمكنوا من التسجيل. لكن في الشوط الأول الحقيقة حد شيء ما مشي من اللاعبين، خاصة إنه كانت فما فرصة برك محققة للتسجيل أو اثنين، هما فرص حنبال المجبري وفرصة عمر العيوني. كما قلت في الشوط الأول المنتخب التونسي ما قدمش المستوى اللي يليق بالمنتخب الوطني، خاصة أمام فريق محترم كما منتخب البوتسواني. شفنا برشا ديشي في الميدان، شفنا برشا لاعبين تحسهم ما همش متفاهمين لاعبين، وهذا يرجع انه اللاعبين هذوما اغلبهم اول مره يلعبوا مع بعضهم. نفس الاخطاء تتكرر، والاظهر ما همش قاعدين يقدموا في الاضافه للهجوم. نحكيو لنا على يان فاليري وعلي العابدي. الحقيقه علي العابدي باللي حاول انه يقدم الاضافه للهجوم الا انه اخطا في العديد من المرات، ولهنا ممكن انه سيف الله الطيف عمر العيوني كانوا عاملين بلوكاج على الاظهر هذوما. فاليري والعابدي، سيف الله الطيف وعمر العيوني كانوا ياخذوا في الكور اكثر. لهنا نحبذ علاش ما كانش موجود وجدي كشريده وعلي معلول، لانه علي معلول ووجدي كشريده يفرضوا على الاجنحه باش الاجنحه يدخلوا لوسط الميدان وهما يكملوا الخدمه نتاع سواء كانت سنتراش او الدخول لمنطقه الجزاء ويختموها بروتري يولي عندك تفوق عددي في منطقة الجزاء كي يدخلوا زوز أجنحة ومعاهم مهاجم ومعاهم معاهم زوز المتوسطين ميدان اللي باش يقدموا لمنطقة الجزاء. لهنا تلقى روحك عندك ظهير تخلي منطقة الجزاء يا إما باش يسدد في المرمى يا إما باش يخرج كرة روتري باش يلقى معاه 5 أصحابه يستنيو في الكرة. وكنا نجموا نسجلوا لو كان تم إقحام وجدي كشريدة وعلي معلول منذ البداية، ولكن كان لجلال القادري رأي آخر، شاف أنه يان فاليري وعلي العابدي هما الأنسب باش يكونوا متواجدين في المباراة هذه. ولكن في الشوط الأول كما قلت مردودهم محير، وفي الشوط الثاني أيضا ما قدموش الإضافة. حتى دقيقة 60 جات ضربة ركنية بعد هجمة للمنتخب التونسي، تحصل على ضربة ركنية حنبال المجبري اللي نفذ الركنية ومدافع موريتانيا يضع الكرة في مرماه. نقطة تحول المباراة هي في دخول كل من حمزة رفيع ويوسف المساكني مكان حنبال المجبري وعمر العيوني. لهنا مشى سيف الله الطيف مكان عمر العيوني في الجهة اليمنى، وحمزة رفيع قعد مشى جناح أيسر، ويوسف المساكني لعب كمهاجم وهمي خلف الجويني، والعيدوني اللي منذ بداية المباراة لعب بوكس تو بوكس يرجع باش يساند السخيري كوسط ميدان
دفاعي. لهنا تحرر المنتخب التونسي خاصة في الجهة اليسرى، وين علي العابدي اللي ملقاش في الشوط الأول لقاه في الشوط الثاني. المساندة الهجومية لقاه شكون يفهمه وشكون يلعب مع ثنائيات وشكون يحاول انه يوصل الكرة للمهاجمين من خلال التوزيعات او حتى الدخول في العمق والدخول الى منطقة 18. كيف في الجهة اليمنى تحرك اكثر سيف الله الطيف، قام برشا توغلات من الجهة اليمنى، قام بعديد من التوزيعات الممتازة، لكن هيثم الجويني ما توفقش في تحويلها إلى أهداف. كيف يوسف المساكني كي دخل حرك اللعبة شوي، يوسف المساكني اللي يحب الدخول من العمق، وهذا الحل الأنسب لأي فريق ما يلقاش الحلول على الأطراف، فإنه وجب أن يجد الحلول في العمق، وهذا حاول يقوم به يوسف المساكني. كما قلت بعد دخول يوسف المساكني وحمزة رفيع تحسن مردود المنتخب وأثمر أخيرا على هدف للمنتخب التونسي عن طريق يوسف المساكني، هدف نتاع صناعية. يوسف المساكني اللي كما قلت لكم لعب مهاجم وهمي، أول ما رأى الكرة عند علي العابدي دخل بين زوز مدافعي بوتسوانا، عمل لابيل نتاعو وحط الكرة في الشبكة. نقطة أخرى مضيئة في المباراة هي دخول محمد علي بن رمضان مكان عيسى العيدوني. بن رمضان الحقيقة اللي شخصيا نعتبره ركيزة أساسية في المنتخب، وكان يجب أن يكون أساسي. بن رمضان اللي دخل حرك اللعبة، زاد خلق زيادة عددية في وسط الميدان، وكان الفضل ليه في الهدف الثالث. محمد علي بن رمضان الحقيقة واحد من أفضل اللاعبين اللي تخلقوا في تونس، إن شاء الله يكمل في المستوى هذايا. ما عندناش ما نزيدوا على الكلام هذايا. كما قلت لكم الخطأ كان في عدم إقحام كشريدة وعلي معلول منذ البداية، كنا نجموا نربحوا وقت في تسجيل الأهداف. خلاف هذا فإنه المنتخب تحسن في الشوط الثاني. الشوط الأول كان مردود محير جدا، ولكن في الشوط الثاني تحسن برشا. انتصار مستحق، تألق ليوسف المساكني اللي يعتبر لاعب ذو خبرة، لاعب جايب لك زوج أهداف من لا شيء. الحقيقة يوسف المساكني مازال يقدم للمنتخب ومازال يعطي المنتخب، لاعب يستحق الاحترام، يستحق كل التقدير. المنتخب التونسي تأهل لكأس افريقيا 2024. ان شاء الله الاولاد يمشيوا لكأس افريقيا عازمين على تحقيق اللقب الافريقي، وعليش لا العودة باللقب هذا لتونس بعد 20 سنة بالتمام والكمال. سلام.